على خيانته نعم. لبلده. في يوم 1/4 واحد إيراني في الجامعة المستنصرية، طالب، سنة كم؟ 1980. نعم. بعدنا كلها قبل الحرب. نعم. قام هذا الطالب الإيراني بإلقاء قنبلة على حشد طلابي كان يحضرهم من القيادة العراقية طارق عزيز ومحمد دبدب، ومن القيادة القومية بدر الدين مدثر من السودان. نعم. وقد جرح في الحادث قتلت طالبة اسمها فريال ومعها طلاب وطالبات أخريات. في يوم تشييع الطالبة هذه التي قتلت ومعها جرحى، المدرسة الإيرانية قريبة من المدرسة المستنصرية، مر موكب التشييع بالقرب من المدرسة الإيرانية، فألقيت، شوف الوقاحة، ألقيت قنابل يدوية من المدرسة الإيرانية على موكب التشييع، وراح ضحيته عدد من المشيعين. الاعتداءات الحدودية. نعم.